عمرك جربت تحط ليب جلوس على الماتيريال؟ ما جربتش؟ طب تعالى اقول لك تعملها ازاي على الماكس ريندر انجن في. بنسحب في ماتيريال عاديه، عند الريفليكشن والجلوسنس هنخليهم اقوى حاجه. نيجي بقى للتركايه المستخبيه، هتنزل لحد ما تلاقي كوت بارامترز. الكوت اماونت الطبيعي بيكون 0، هنعمله اقوى حاجه اللي هي 1. هتلاقي انه ضاف لاير فوق الماتيريال واخد درجه جلوسنس وريفليكشن لوحدهم غير الريفليكشن والجلوسنس العاديين. هتقول طب وايه الفرق يعني يا اتش؟ ما احنا كده يبقى عملنا ايه؟ هقول لك تخيل بس لما يبقى معاك لاير تاني فوق الماتيريال بتاعتك بجلوسنس وقوه ولون مختلفين عن الماتيريال الاصليه، زي بالظبط ما يبقى طبقه فوق طبقه. نفس فكره الليب جلوس. وعندنا الوان كمان، يعني تقدر تجار في الكود كولر براحتك زي ما تحب، وتقدر تعدل درجه الجلوسنس فيطلع لك ميكس جامد بينه وبين جلوسنس الريفليكشن. يعني ممكن تخلي واحد منهم مود تاني بيلمع او العكس. مهم انك تبقى فاهم تفاصيل الماتيريال عشان لو عندك فكرة معينة في دماغك تقدر تنفذها. انا هشام عنتر 3D ديزاينر، اعمل لي فولو.